مشاهدينا الكرام، أهلا بكم مجددا ومصر على الهواء من قناة صوت الشعب. وملفنا الرئيسي النهارده في هذه الفقرة هو ملف الكهرباء والطاقة في مصر، مع ضيفي الدكتور سامح نعمان، أستاذ أو استشاري الطاقة الجديدة والمتجددة. نورنا الدكتور. اهلا بحضرتك. خلينا دكتور في البداية أعرف السادة المشاهدين حال الطاقة في مصر قبل تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية وتوليه بصفة شخصية هذا الملف. حضرتك كلنا كنا عايشين فترات انقطاع كهرباء كبيرة جدا، مشاكل في المصانع بسبب الكهرباء. حتى القرى الجديدة ما كانش بيوصل لها كهرباء، فكانت هي ضلمة، كانت الكهرباء ضلمة. فالحمد لله هو لما استلم الحكم سيادة الرئيس السيسي، وكانت التوجيهات الرئيسية بتاعته إن هو يغطي مشكلة انقطاع الكهرباء وسد احتياجات الطاقة جوه مصر. الخطوات اللي أخذتها الدولة للتعامل مع هذا الملف اللي كلنا عشناه فترات طويلة، مسألة انقطاع التيار الكهربائي، وبعض حتى الأسر بدأت تشتري مولدات كهرباء، يعني كانت مسألة رايقة في وقت من الأوقات. الخطوات اللي اتخذتها الدولة، وحضرتك كان الاتجاه الرئيسي انها تعمل صيانه للمحطات الموجوده، تعمل رفع كفاءه. تاني حاجه انها تدعم قطاع الكهرباء بمحطات كهرباء جديده. يعني الثلاث محطات اللي تم التعاقد عليهم دول بيدعموا الدولة بحوالي بالظبط كده ب 14 جيجا و4 من 10، يعني 14 مليون و400 ألف ميجا وات. ال 14 جيجا دول يعني تقريبا 45 من انتاجية مصر اللي تم إضافتهم. هم لسه ما كملوش، بس هو جزء من اللي هم ماشيين فيهم. هم الثلاثة دول موجودين في بني سويف وفي البرولوس هنتكلم عنهم بالتفصيل. حضرتك أشرت هنا لمسألة صيانة المحطات القديمة. الصيانة هنا بتبقى متعلقة بإيه يا فندم؟ رفع كفاءة. موتور شغال بيبقى محتاج له صيانة، محتاج قطع غيار، محتاج حاجات تتغير تماما. تمام. الكابلات بما فيها المحطات اللي بترفع الكهرباء، اللي بتنقل الكهرباء، كل ده تم التغيير وتم الصيانة بتاعته صيانة سليمة. يعني حتى كانت محتاجة دعم مادي، تم الدعم المادي ليها بالكامل. لما بنيجي نعمل صيانة بتتعمل الصيانة، بنقول بتتعمل على سنة على 2 طلي الميزانية اللي بتجيني. إنما لما تجيلك الميزانية كلها
الله مرة واحدة يبقى انت حضرتك بتشتغل انت مع بعض في كل الحاجات خليني المحادثة. وانا بتكلم على صيانه يعني المحطات القديمه، وهنا السؤال يعني هل بكفاءات بكوادر مصريه، ولا في وجود الشريك الاجنبي لا خاصه؟ داخل مصر ده احنا عندنا في اي حاجة في مصر موجودة فيها عباقرة. عباقرة. مم. وبصراحة زي ما بنقول كده ايديهم تتلف في ده، مم. يعني ايديهم دي حاجة ما شاء الله عليها، مم. بس اديهم الامكانية خد منهم انتاجية رهيبة جدا. تمام. انتاجنا من الطاقة الكهربائية، يعني قبل تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا الملف كان كام جيجا؟ كانت حوالي 22 قبل ما ايام ما كان فيها قطع نور كتير، كانت حوالي 22 ميجا. بنتكلم جيجا. بنتكلم على استهلاك تقريبا 30 جيجا. 28 29 تمام. في الزر. تمام. حضرتك بتتكلم هنا ان المستهدف كمرحلة أولى ولا كمرحلة نهائية إضافة 14؟ 14 دي نهائية، وده هيبقى فائض. في فائض. هيبقى معنى في فائض 14 و22 و4 30. هيبقى في فائض كتير. تمام. دي صور لبعض المحطات يعني اللي موجودة. المحطات يمكن شكلها مش واخدين عليه كمصريين، يعني احنا لما بنشوف محطات كهرباء، يعني هل في تكنولوجيا مستحدثة تم دخولها على المحطات الجديدة أو حتى القديمة اللي كانت بتستخدم؟ ال- الجديدة كلها أحدث محطات موجودة في العالم، اللي هي هاي كلاس. مم. الهاي كلاس دي مشابه ليها في ألمانيا. الكفاءة بتاعتها آه، بالظبط 60%. مم. المحطات العادية بتبقى 40%. هنا معلش أوضح للسادة الكفاءة المشاهدين يعني إيه كفاءة؟ يعني حضرتك كفاءة يعني ال- لما يكون عندك حاجة المفروض تاخد منها 100%، لا هي هتدي لك 60% أو 40%. يعني بتحط كمية غاز مع توربين، بيبتدي يطلع باور، بيبقى فيه فقد وفيه إنتاج. مم. الإنتاجية بتبقى 40%. مم. إنما اللي موجود في العالم كله هو في الحدود 40%. مم. اللي موجود في ألمانيا آخر معدة 61%. مم. احنا المحطات الجديدة اللي نزلت عندنا الكفاءة بالظبط بتاعتها 59 و95%، يعني قريبة يعني 60%. منها. تمام. 60%. مم. مم. كمان المحطات اللي اتحطت هي كل موديول بيتكون من 3 أجزاء. مم. 2 بيشتغلوا بالغاز، واحد بيشتغل على الستيم، على البخار، يعني آسف على البخار. السولار. الغاز عموما بقى إن كانت اللي بيشغل مم. فده وقود، مم. إنما البخار بيشتغل على
الناتج من المحطتين اللي قدام. زي نظام التربو كده زي ما بيقولوا يعني. بالظبط كده. فهو حضرتك بياخد بياخد الخارج بتاع المحطتين دول، اللي هي الطاقة اللي خارجة منهم الخارجة، نتيجة الحرق. الحرارة بتاعتها، وبيسخن بيها مية وبيشتغل بيها توربينة. مم. فبرفع، لو كانت كل واحدة فيهم بتشتغل ب40%، وأنا بديهم كمان 40% بدون ما استخدم وقود، يبقى أنا رفعتها 60%. تمام تمام تمام. خلينا هنا بقى اتكلم على المحطات. هنا بنتكلم على 3 محطات كبرى في العاصمة الإدارية وبني سويف ومدينة البرولوس. خلينا نبدأ محطة محطة. ما هي مميزات كل محطة؟ طاقتها الإنتاجية قد إيه؟ الثلاثة متساويين، كل واحدة بتطلع 4800 ميجا وات، إجماليهم يطلع 14 و400. وكل واحدة فيهم بتتكون من أربع موديول، يعني 4 أجزاء، وكل جزء بيتكون من 3 مراحل أو 3 محطات. كل محطة بتستخدم 2 غازية وواحدة ستيم، بخار. بخار. البخار ده اللي هو بيشتغل مع خارج الاثنين اللي هم اللي قدام. كل واحدة منهم بتدينا 400 ميجا وات. تمام. اللي تم في بني سويف 6 وحدات غازية فقط، اللي تم لحد النهارده. المستهدف كام يا فندم؟ المستهدف ال4 موديول، يعني 8 و4 بخار. وكل يعني البرولوس 12 يعني المفروض البني سويف زي البرولوس زي العاصمة الإدارية. كل واحدة المفروض 4 موديول، يبقى 4 في 2 ب8 غازات غازية، و4 هيبقوا 4 بخار. تمام. اللي تم في بني سويف 6، اللي تم في البرولوس 4، اللي تم في العاصمة الإدارية 2 وحدتين. كل ده غازية. لسه الستيم، لأن مرحلة البخار دي آخر مرحلة بعد الانتهاء طبعا من بعد الانتهاء. والانتهاء غالبا إن شاء الله يعني في صيف 2018 إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. تمام. أهمية هذه الإضافة، هتكلم هنا على الاستثمارات وعلى المناطق الموجودة، لأن بنتكلم لما نتكلم على 14 جيجا، هو تقريبا السد العالي بيجيب 1.2 مش 10. لا لا 1.2 جيجا بكل 12 تربينة في 750. الإضافة دي ممكن تمثل إيه في مجالات؟ خلينا هنا في مجال الاستثمار، في مجال الصناعة، في مجال الإنتاج، في مجال الطاقة، لأن الكلام كمان في بعد فترة اللي حضرتك تحدثت عنها 2018 يمكن أن تصبح
لسه في اضافات تانية ممكن نضيفها مم. تبقى مصدره بكفاءه عاليه. مم. هو حضرتك العمود الفقري لاي حاجه طاقه، مم. ايا كان العمل اللي مطلوب كهرباء. طاقه. تأكيد. فاذا حضرتك وفرت الطاقه ده اساس العمل. مم. اذا وفرت الطاقه ووفرتها بإنتاجية مهما المصانع تحتاجها مم. وبالتكلفة المعقولة، يبقى لازم عندنا إنتاجية، مم. يبقى لازم المستثمر يجي، مم. لأن مشكلة الدنيا كلها طاقة. تمام. هنا خليني أتكلم سريعا كده دكتور سامح على قريت بعض التقارير تتحدث عن يعني فاقد للطاقة نتيجة شبكة ال- ال- أحمال الضغط العالي. ده كلام واقعي. طبعا كل ده كلام واقعي. ده هو في ده بس فقد كثير يعني. ما هو هنا اللي بيعمل التصميم في شروط لازم تتوفر في نقل الكهرباء. مم. تعتمد على المهندس اللي بيعمل الديزاين، فده اكيد كويس. مم. انما بقى تعالى نيجي اللي هم بينفذوا هذا الكلام. مم. اذا ما كانش عنده تمرين وممارسه في تنفيذ هذا التنفيذ للكلام اللي هو نقل الطاقه، مم. لازم يحصل معاه فقر. صورة. حتى حضرتك في الكابل العربيه، مم. الكابل العربيه لو البطاريه لما ما كناش نربط القطاش بتاع العربيه او كابل العربيه بيحصل فيها شرز كتير، البطاريه بتبوظ بسرعه. مم. ده فقد الطاقه. مم. فلازم يكون حاجه مربوطه كويس. في البيت لما حضرتك بتركب فيشه في الحيطه والفيشه بتكون مهزوزه وتقعد تعمل شرز، مم. ايه اللي بيحصل؟ تلاقي ان ده فقد في الطاقه، وان الفيشه بتبوظ وفي كهرباء والسلك بيسخن وبيسيح. كل ده فقد. الفقد ده تقريبا يعني المفروض يقدر. يكون اقل ما يمكن. مم. هو بيتعمل حسابه. حتى السلك اللي بين الكهرباء مم. بيبقى له مواصفات معينه. يعني انا لما بقول هنقل السلك، هنقل الكهرباء من نقطه الف لنقطه ب بسلك، اقول بقى طول المسافه قد ايه، مم. وانا محتاج الفقد ما يزيدش عن كام. مم. باخد اللي ما يزيدش ده، لو مثلا اقول 2%، من خلال ال 2% بحسب مواصفات السلك، واذا كان السلك ده نحاس او المونيوم بقول ان السلك ده لازم يكون الخانه بتاعته، المقطع المقطع بتاع السلك تكون 4 مللي، 5 مللي، 10 مللي. ده السبب الرئيسي في حساب فقد الطاقة. تمام. خلينا يا دكتور هنا تحدثت
القديمة بتديهم الكفاءة إن هم يشتغلوا في دي بسرعة جدا. مم. وبعدين المهندس المصري على فكرة من مميزاته حطه في أي مشكلة يقدر مع يتغلب عليه. الفهم مم. بتاعها مم. بيبقى بارع فيها. مم. دي حاجة مميزة للمصريين. مم. أنا ملاحظ يعني إن الشركة الألمانية آه، يعني استعانت بشركة مصرية رائدة في صناعة الكابلات. هل دور الشركة المصرية هو في صناعة الكابلات، ولا في أمور أخرى خاصة بمحطات الطاقة؟ هو اللي بيجي يعمل محطة بيدرس الأجزاء بتاعته، هل هو لو جابها من بلده كاملة هتبقى موفرة ليه، ولا ليها مثيل ومقابل ليها في الأماكن اللي هو بيصنع فيها؟ يعني هل يستعين بحد عنده الكفاءة إن الكابلات اللي أنا هستخدمها مش هتديني فائدة كهرباء وهتديني كفاءة عالية في الشغل، يبقى أنا أستخدمها لأن بالنسبة له أرخص فبتوفر معاه في التكلفة. تمام. فإحنا عندنا الشركة السعودية دي ما شاء الله عليها شركة عالمية، دي فاتحة في كذا مكان وإنتاجيتها عالية الجودة. تمام. المكون المصري تقريبا في هذه المحطات كم في المية يا فندم؟ ما أقدرش أقوله بالظبط، ولكن هو الفكر الرئيسي ألماني، وكل الأكسسوارز اللي هي بقى كابلات ونقلات والمحطات والأبراج دي كلها مصرية، إنما النسبة بالتفصيل غير واضحة، إنما في حاجات تانية أوضح منها. طيب، يعني خليني دكتور سامح أتكلم هنا على مشكلة الكهرباء في مصر. كان طول الوقت إن المشكلة في الطاقة اللي بتحرك المولدات في المحطات الكهربائية، فبالتالي تخرج طاقة. نتحدث هنا عن غاز، نتحدث عن مازوت، نتحدث عن سولار، واحنا عندنا مشاكل في هذه المسائل، ونتمنى يا رب في الفترة القريبة نتحدث إن في 2018 مش هيبقى إن شاء الله عندنا مشكلة في مسألة الغاز، وهيبقى عندنا اكتفاء ذاتي. إزاي تم التغلب على هذه المسائل؟ المحطات دي لما بنحط الستيم بتوفر معايا 20% من استهلاكي للغاز، عشان برفع الستين في المية. 20% دي يعني أنا بوفر، لو كنت أنا بستخدم حوالي 4.5 مليار في السنة، يعني أنا بوفر حوالي 1 مليار. المفروض ده يعمل فيدباك على سعر الكهرباء، يقلل سعر الكهرباء ما يزودهاش عن كده. ادي حاجه. حضرتك الحاجه الثانيه في لما بقول ان انا برفع الكفاءه بتاعت 60% وبحط على الشبكه 60%، والمحطات القديمه شغاله على 40%، يبقى أنا برفع كفاءة الشبكة كلها 50%. اللي ده اللي
انا كمان عندي غاز بنتجه من جوه مصر وبوفر من محطه الكهرباء 20%، يبقى اذا سعر الغاز اللي انا بغذي بيه المحطات سعره نزل مم. لانه انتاج مصري، بالتأكيد. وانا وفرت كمان 20%. الاثنين دول مع بعض المفروض لهم دراسه بتتعمل في لجنه الطاقه في نقابه المهندسين، مم. يعني ان شاء الله في خلال شهر ونص نقول هي المفروض توفر للمواطن العادي كام. خاصة إن الغاز بيخش أو يدخل في استخدامات عديدة، خاصة الأسمدة، اليوريا والمدينة والأسمدة الأخرى يعني. طيب، خليني دكتور أتحدث هنا عن مسألة هل هذه الشبكة، يعني نتحدث عن محطات عملاقة يعني وطفرة في مجال الكهرباء كبير قوي، يعني لم نشهده من قبل. طول السد العالي 1 جيجا و2 من 10 يعني. نتكلم على 14 إضافة للشبكة اللي هل هناك مخاطر بيئية خاصة بهذه المحطات لأنها ضخمة؟ لا، هو المخاطر البيئيه لو هي فيها مخاطر بيئيه ما كانش صرح بيها، ما كانش تم انها تتنفذ. مم. انما العدم اللي كمان بيقفل عليه في الستيم اللي اه حضرتك وبيتاخد التسخين بتاعه مم. بيسخن بيه الميه وبيشتغل، فاذا شبه ما فيش عدم، يعني ما فيش دورة اثر عليه كاملة مغلقة. مطلقه مم. تماما، ما فيش حاجه بتطلع بره. اللي بيطلع بيتقفل، بس هو طبعا دلوقتي مش مقفول تمام، لأن لان لسه لسه ما في مرحلة استكملتش. ايوه الاستكمال. تمام. مم. فده بيتحجز في مكانه، بيتعدي عليه ميه، بيتحول الميه بتتحول لبخار، بتاخد الميه وبتعمل بيها المحطة تاني وتشتغل. خلينا أتوقف عند محطة أو إحدى المحطات العملاقة، وحضرتك قلت إن سواء العاصمة الإدارية أو زي البرولوس أو بني سويف تقريبا 4 يعني 4.8 4.8. العاصمة الإدارية إحنا بنتكلم على عاصمة إدارية يفترض أن تستقبل في كمرحلة أولى 7 مليون يعني. هل هذه المحطة بقدراتها قادرة على تغطية العاصمة الإدارية المزمع إنشائها؟ هو العاصمة الإدارية لها تكنولوجيا المفروض تضاف عليها. مم. هي طبعا هتكفي 4.8 للعاصمة الإدارية دي، كويسة جدا. مم. إنما الإنتاجية بقى ندخل بقى دور التكنولوجيا العالمي ونقول إن يفترض إن المباني اللي هتتعمل في العاصمة الإدارية بالكامل، بدل ما بحط عليها دهانات خارجية أو إزاز فومي أغطي بيه العمارة، في طاقة شمسية بالنانو تكنولوجي دلوقتي بتتحط مكان الإزاز الألواح
الفمي. النانو تكنولوجي بيديني الالوان اللي انا عايزها، يعني يديني ازاز لونه ازرق، احمر، مم. اخضر، مم. اصفر، مم. وبيدي نفس الغرض بتاع الازاز الفمي اللي حضرتك اللي جوه بيشوف اللي بره، العكس لا. تمام. وبيعكس وبيدي طاقه. الافاده من كده انه بيشتغل تحت اي كميه ضوء موجوده، يعني مش لازم يكون موجود شمس. مم. يعني بالليل لو الشوارع منوره هو بيجيب طاقه. مم. وبعدين سعره ارخص من البي في العادي كمان. كمان. مم. فده وده بيتعمل له، المفروض هيتعمل له مصنع. ده لو تم في العاصمه الاداريه تبقى العاصمه الاداريه فيها شيء مميز جدا في طاقه، من ناحيه المحطات اللي موجوده فيه ال 4.8، ده بالاضافه الى الطاقه المنتجه من العمارات نفسها. تمام. طيب. مع على الهاتف الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادي. دكتور علاء، مساء الخير. مساء الخير يا استاذ ايهاب. مساء الخير عليك وعلى اهلا ضيفك بحضرتك. الكريم وعلى كل الساده المشاهدين. دكتور علاء، بنتكلم على إضافة كبيرة في مجال الطاقة. بنتكلم تقريبا على 14 يعني جيجا، ومن خلال 3 محطات: العاصمة الإدارية الجديدة، البرولوس، وبني سويف. خلينا أتكلم هنا على مردود هذه المحطات في زيادة فرص الاستثمار، خاصة أن الاستثمار زي ما هو محتاج أمن، محتاج طاقة. طبعا يعني احنا بنتكلم على الفرص الاستثمار. الحقيقه يمكن مصر، بنقول مصر دوله جاذبه للاستثمار بما لديها من امكانيات ومقومات يعني كبيره جدا. محتاجين فقط ان يكونوا
بتاعها ممكن شايفين القيادة السياسية على رأسها السيد الرئيس في الحقيقة، سواء في توشكا أو في أسوان أو في البرولوس. الحقيقة ممكن مصانع عديدة بتؤدي إلى توفير الطاقة الآمنة لمصر عشان تقدر إن هي تحقق الكثير من أمنها القومي. بالنسبة للمصانع المغلقة، أعتقد إن مصر الحقيقة ممكن فيها يمكن أكثر من 900 مصنع، والبعض بيقول أكثر من كده، لكن أيا كان أعتقد أن هذه المصانع كان توقفها بشكل كبير بسبب عدم توفر الطاقة اللازمة لتشغيل هذه المصانع. فأعتقد أن مصر عندما تتجه نحو توفير هذه الطاقة اللازمة للمصانع، الحقيقة احنا نحقق كذا ميزة. بنحقق أولا أن يكون هناك نوع من الاتجاه نحو الاكتفاء الذاتي من السلع، خاصة السلع الاستراتيجية وأشياء كثيرة جدا تقدر تعوضنا عن تخفيف الضغط على الاستيراد وأدراكها، ما نحن نستورد 79.5 مليار دولار كل سنة. فدي نقطة مهمة جدا. النقطة الثانية وهي الأهم، إن هي تؤدي إلى تشغيل عدد كبير جدا من الشباب، وده يؤدي إلى محاولة احتواء مشكلة من أهم مشاكل مصر، ألا وهي مشكلة البطالة. الحاجة الثالثة المهمة جدا إن هي تعالج العجز في الموازنة العامة للدولة، وده هيكون من خلال إن يكون هناك نوع من التخفيف إلى حد ما عن الطاقة بالنسبة للدعم. لأن طبعا هذه المصانع أعتقد إن هي هتكون بسعر السوق، فده يؤدي إلى تخفيف الدعم الذي تتحمله الدولة. النقطة الثانية المهمة جدا إن هي تؤدي إلى مزيد من الاستثمارات الحكومية في قطاعات الدولة المختلفة، وده يؤدي إلى انعكاس إيجابي كبير جدا على الموازنة وعلى الاقتصاد بشكل عام. هي حاجات. بشكرك الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادي. عودة مرة أخرى إلى ضيفي الاستشاري الدكتور سامح نعمان. دكتور سامح، يعني مسألة استخدام الغاز أو السولار أو المازوت في المحطات الكهربائية، يعني مسألة الفحم، سمعنا في فترة من الفترات إن يمكن استخدام الفحم كبديل عن الوقود، سواء كان غاز أو يعني هل سيتم استخدام الفحم في هذه المحطات؟ هو لا طبعا لا يستخدم فيها الفحم، ولكن الفحم
سيئة ممكن ينفجر، بيبقى عامل زي ينفجر. القنبلة طبعا. م- م- فالفحم المفروض يستبعد تماما، محدش يستخدم الفحم دلوقتي إلا في أمريكا وبعض المصانع في إنجلترا، وكل ده بيقفل، حتى بيقفلوا المحطات اللي بتستخدم، كله بيتجه للطاقة الجديدة والمتجددة والمحطات الهاي كلاس، م- الحاجات الجديدة. م- م- إنما الحاجات القديمة كل مشاكل بيئية. إحنا بنهرب من إن إحنا نظبط البيئة، هنيجي نحط فحم، دي تبقى تمام. كلمة مش طبيعية. ومش حاجة اسمها فحم نظيف، يعني حضرتك ما نسمعش إن فحم نظيف له أول، وفي حاجة اسمها المعامل المؤيني، ده لتأثيره على البيئة، فهو ده بيصنف كل استخدامات الطاقة، م- م- المية والشمسية والهوائية والغازية. أسوأ حاجة فيهم الفحم، تأثيره تأثير سيء جدا. فاحنا بعيد عن هذه المفروض المسألة ده تماما. لازم نبقى بعيد عنه. حضرتك مهما نقول إن إحنا بنعمل تركيبة ومزج ما بين أنواع الطاقة المختلفة، م- م. لازم نبعد عن الفحم. تمام. واحنا بنتكلم على الطاقة النظيفة، يمكن الدكتور علاء برضو أشار إلى جزئية وكنت يعني عايز أفتحها في الجزء الثاني من الفقرة، مسألة الطاقة الجديدة والمتجددة. وهنا نتحدث عن الطاقة النظيفة، الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ولكن خليني في الطاقة الشمسية، تقريبا مصر ربنا حباها بطقس تقريبا يعني طول السنة رائع. رائع. وأنا أتحدث عن مناطق معينة، عن ساحل البحر الأحمر، واللي فيه بعض المحطات الإيطالية المصرية على استحياء من الزعفرانة دي الرياح، قصدي حضرتك الرياح، للرياح. الرياح لا تعمل، لا تعمل. لا تعمل. 700 محطة لا تعمل في الرياح. شكل بس منظر كده المراوح اللي بنشوفها هناك دي حضرتك أكتر من 700، أكتر من 480 محطة مش عطلانة من 2006. ايه السبب يا فندم؟ التكنولوجيا اللي ركبت، وبعد كده ما فيش صيانة، دي ما فيش بقى تدريب زي ما حضرتك قلت المهندس، بس المهندس اللي بيجي يشتغل عليها ما بنلاقيش الكفاءة بتاعته. ثانيا المحطات دي أصلا المفروض ما تتحطش هنا، حطش هنا. المفروض ما تتحطش هنا، لأن هي دي لها سرعة رياح لا تقل عن 10 12 متر في الثانية طول السنة، عشان تدي لك أو آه، تدي لك خارج. آه، هناك سرعة الرياح بتوصل ل5 و6 في فترات كتيرة، فمش حتى المحطة السليمة ما بتشتغلش. وبعدين المحطات اللي هي التلاتة ريشة دي بتاخد مساحات شاسعة من الأرض، لأن عشان تحط محطة توربينة وتبعد عن التوربينة التانية بتبعد من 4 ل5 طول الريشة. لو 10 متر مثلا يبقى 40 متر. بس هي مش 10 متر، هي 45 متر، يعني بالظبط كده 27 ونص متر، 27 متر. فاضرب حضرتك يعني اكتر من و10 120 متر. متر كده تمام. الواحدة، فتلاقي الواحدة كده وبينها
جديد، ولكن في محطات أحدث عالميا اللي هي ال10 ريشة بتشتغل على سرعة ريح 6 متر، مش على 10 متر في الثانية، مم. سرعة ريح 6 متر في الثانية. ودي بتحط المحطات ورا بعض، يعني ما بتقولش بقى ما فيش الشرط ان انا احط 4 5 مرات ورا بعض. مم. دي حضرتك آه، ومعروضة على وزارة الكهرباء بقالها سنة ونص، بس لسه ما المحطات اللي موجودة دي يعني معطلة، ما معطلة. بتطلعش أي القديمة طاقة. اللي حضرتك بنتكلم عليها اللي هي في الزعفرانة دي معطلة. هل في محطات أخرى للرياح بتتعمل جديدة؟ في محطات رياح بتتعمل في خليج الزيت، مم. اللي هو خليج الزيت اللي هنا. ده في برضه في البحر الأحمر في البحر الأحمر، بس مش في والجهة الزعفران، التانية. في حتة بعيد. تمام. ودي بتتحط على ارتفاع 120 متر. مم. المحطات ال10 ريشة اللي هي بتشتغل ب10 ريشة دي ما بتزيدش عن 90 متر. مم. فهو في تكنولوجيا جديدة موجودة في العالم، زي ما جبنا الهاي كلاس. المفروض نسعى وإن احنا يبقى عندنا هذا الكلام. على فكرة أتحدث على طاقة أخرى متجددة لا شمسية. الشمسية الجديد منها في العالم النانو بي في، أرخص. خد بالك حضرتك، الشمسية على قد ما هي نظيفة للبيئة، إنما في التصنيع بتاعها مكلفة. هي مكلفة عشان احنا بنشتريها. كمان مكلفة لأن فيها نوعين: النانو ده الجديد قوي، مم. والقديم. القديم ده بيتصنع وفيه مادة، في مواد سامة، في مواد مش كويسة، مضرة. مضرة. ولذلك سامة للبيئة ولا سامة في للبيئة لما بتيجي نعمل لها اما تكون اكسباير، يعني بعد 25 سنة اللي هي ازاي تخلص منها، تمام. زي ما بنخلص بعد النووي بنخلص من المواد بتاعتها. مم. فدي فيها مشكلة. مم. انما النانو ما فيهوش هذا الكلام. ده التكنولوجيا الجديدة بتعمل محطات وحدات طاقة شمسية مم. وما بتتصنعش فيها المواد السامة. مم. دي اللي هي زي ما قلت لحضرتك اللي بتعمل منها المباني والكفاءة بتاعتها عالية، شغال على ويف لينس بيختلف عن الطاقة الشمسية الأولانية. مم. الأولانية لازم تعتمد على الشمس، والشمس تكون متعامدة عليها مم. عشان ياخد منها كمية الضوء العالية. مم. إنما النانو بيشتغل على بندوس مختلف، هل فأي ضوء يجيب هل باور. في رؤية لإنشاء محطات بتكنولوجيا النانو اللي حضرتك أشرت إليه؟ والله اتعرضت على مصر بقالها سنتين وفيها صعوبات. إيه سبب الصعوبات يعني؟ الصعوبات شوف وخليني أنا أتكلم يعني عما يثار حول هذه المحطات. يعني يقال أن التكلفة عالية، وإن الخارج ما بيبقاش بالكميات الكبيرة. الكلام ده سليم؟ الكلام ده سليم، م. بس بقى لو حد عرض على حضرتك
وشال هذه العقوبات. بمعنى مم. لو جيت قلت لك انا معايا فلوس اعمل لك المحطه، مم. والدوله بتقول ان انا باخد سعر الكيلو من الطاقه الشمسيه، دي التسعيره اللي قالها سياده الوزير. مم. انا بشتري سعر الكيلو من المحطه الشمسيه اللي بتعمل 50 ميجا، بشتريه ب 8.4 دولار. سنت. سنت. سنت دولار. تمام. لو انا جيت قلت لك هعمل لك انا المحطات دي اللي مم. انت عايزها مم. بمواصفات اعلى مم. وتقنيه حديثه، وهديك الكيلو ب6 ونص سنت. اللي ما اعرفش هذا تسال. يعني هل هناك عرض العروض. مفاوضات أو عروض العروض دي من سنتين. من شركات جنسيات إيه؟ شركات شركة أمريكية مم. عاملة مصانع في كل دول العالم، مم. عاملة 12 مشروع في دول مختلفة، مش في مكان واحد. مم. 12 مشروع مختلف مم. في دول مختلفة. مم. المصانع اللي عاملاها، يعني هديك مثال. يوم ما الراجل، لأن صاحب المصنع ده هو المخترع، مم. هو هندي مش أمريكي. مم. الراجل ده لما راح الصين عشان يقول لهم انا جاي اعمل عندكم مصنع، مين اللي قابله على الطياره؟ رئيس وزراء الصناعة. الراجل المسؤول عن الصناعه في الصين مم. شخصيا، مم. قابله ومهد له كل حاجه وخلاه عمل مصنع في قلب الصين. مم. ليه؟ لانه هو بيرفع من الصين، وبقى المنتج اللي هو النادر، اللي هو المنتج الحديث، موجود عنده موجود. في الصين، تمام. موجود في الهند، مم. موجود في تايلاند. المصانع دي موجودة في أمريكا. مم. لما جيت تعرض هنا، اتعرض من سنتين واتحط إجراءات المصنع وقال لهم الفلوس معايا، لحد النهارده شايفينه بره. هل انت شايف ان احنا المفروض نقتحم هذا المجال بالتوازي مع انشاء المحطات اللي هي هاي كلاس، او اللي هي بتستخدم الوقود التقليدي اللي بنتكلم عنه؟ احنا في سباق، مم. ما كناش هنسلح نفسنا بكل انواع الباور اللي خلينا نكسب في السباق، مم. مش هنطلع السباق. مم. مش هنعتمد على المحطات الهاي كلاس ونشتغل. العالم كله بيدور على الرينوبل انرجي، على الطاقه الجديده المتجدده. مم. النظيفة اللي طب ما احنا نسال نفسنا مم. كم محطه من اللي اتعملوا، اللي كانوا المفروض يتعملوا في اسوان من سنتين اتعملوا، اللي هو في ال2 جيجا، مم. ولا واحد. مم. بقالنا سنتين. فين؟ مم. فين؟ كم مشروع اتعمل طاقة جديدة ومتجددة زي ما بيقول الكتاب، بالسكيل الكبير، مم. مش 10 كيلو و15 كيلو و100 كيلو، لا لا، الكلام ده كله شخصي. مم. احنا بنتكلم على دولة. مم.
المفروض لما بتكلم عن الطاقة الجديدة والمتجددة أتكلم فين أحدث تكنولوجيا موجودة في العالم، موجودة أهي وجات لك، ليه ما استخدمهاش؟ مم. خاصة إن التكلفة هنا على حساب يعني. على حسابه لا وأرخص. مم. وبعدين ده أنت حضرتك يعني قانونا لما أجي أعمل محطة وحضرتك وأنت دولة بتشتري مني، أتعامل معك بالتعريفة اللي أنت بتقولها مم. 8.4. إذا كنت أنا بقول لك أنا أتفاوض معاك وهدي لك أقل من كده. ده بخلاف كمان حاجة تانية. مم. حط شرط في الكلام الموجود، قال لو محافظة من المحافظات خدت 50 ميجا عملتها في أرضها مم. وهتديها للدولة، وهو بيدفع إيجار إيجار الأرض، يعني هو بيدفع إيجار الأرض مم. وبيبيع للدولة ب6.5 سنت. مم. قال هدي للمحافظة دعم شهريا 120,000 جنيه. مم. تمام. يعني نتمنى إن نتمنى الملف ده إن شاء الله يتم بالتوازي إن شاء مع الله بإذن الله. زي. ونفس الكلام في طاقة الرياح. مم. طاقة الرياح يتعرض المصنع العشر ريش إنه تعمل في مصر مم. من 1/1 السنة اللي فاتت لحد النهاردة، شايف عقوبات لا تتخيلها. ننتظر قانون الاستثمار بقى واللائحة التنفيذية يعني ما جاي. احنا بننتظر، بس حضرتك حاجة احنا لو ما بدأناش دلوقتي دول لو نزلوا مصر مم. السنة الجاية مصر هتبقى أول دولة في العالم، زي ما هتصدر كهرباء من الغاز هتصدر كهرباء من الطاقة الجديدة المتجددة، وهتبقى الطب على مستوى العالم. هيبقى عندها مصنع أحدث مصانع طاقة شمسية وأحدث مصانع طاقة الرياح. خاصة إن الحالة الجوية أو الطقس المصري ممتاز بيسمح ممتاز. حضرتك تحدثت هنا عن مسألة العمر الافتراضي للمحطات. تمام. خلينا أتكلم على العمر الافتراضي للمحطات الكهربائية اللي هي العادية وخاصة هاي كلاس. 25 سنة. 25 سنة. 25 سنة. إيه اللي بيتم بعد كده يا دكتور سامح؟ هو يا إما بتعمل لها، هو 25 سنة ده بيطلع بعدها التكنولوجيا يعني كل سنة مش عايزين نقول كل كل سنة يعني. فهو بتعمل لها يا اما بتعمل لها ابجريد، بتعمل لها صيانه وتغيير والتحديث. الحاجات م- وتستمر، م- او بتغير، لانه في 25 سنه المفروض جابت تكلفتها وبمكسبها بزياده يعني. م- ازاي طاقه شمسيه 20-25 سنه، م- وبعد كده المفروض تكون انت الطاقة الشمسية لو اشتغلت صح في خلال 10 سنين بالكتير تكون جابت تكلفتها، وال10 15 سنة التانيين مكسب. م- طاقة الرياح نفس الكلام، وطاقة الرياح المحطات دي بتقعد لحد 50 سنة، بس يعني ال 25 تعمل لها عمرة م-
تكمل ال50. فهي 25 سنة حلوة جدا لما نقول 10 ولا 15. بس عند ال25 بيتم عملية الصيانة، ممكن يحصل لها أبجريد وتشتغل. خليني يا دكتور أتوقف هنا عند مسألة، يعني لما نتكلم على 14 جيجا وإن المستهلك في مصر تقريبا 28، 28 يعني 30 بالظبط. بتاريخنا يعني بنتكلم تقريبا على إضافة تقريبا 50% من الطاقة. اه تمام، يعني وذلك يبقى في فايت. تمام. خلينا يعني 50% في 2000 مع نهاية 2018، يعني تقريبا بنتكلم في 4 سنوات. ايه اللي خلانا يعني نتقدم، مش عايز اقول نتقدم ولكن ننجز في هذا الملف بهذه السرعة وبهذه القدرة؟ إيه حضرتك، انت بتبتدي تعمل يعني في سباق. م- ايه مقومات السباق اللي انت تشتغل؟ ايه مقومات ان انا اوقف الدولة على رجليها؟ ان انا يكون عندي الطاقة على اشتغل مصانع. م- هشغل مصانع بايه؟ لازم اقول طاقة. م- هشغل هصلح الاراضي الزراعية، محتاجة طاقة. م- البيوت محتاجة طاقة. كل حاجة في الدنيا محتاجة طاقة. يبقى لازم الأول هو ده الأكل اللي بيقف عليه البني آدم عشان يتحرك. فهو ده أساس المصانع وأساس الحياة في أي حتة في العالم، هي الطاقة. تمام. مع الهاتف السيد النائب المحترم السيد حجازي عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب. سيادة النائب، مساء الخير. سيادة النائب، ضيفي دكتور سامح نعمان استشاري الطاقة الجديدة والمتجددة، كنا نتحدث عن الإضافات الكبيرة والإنجاز في ملف هام جدا هو ملف الطاقة. نتحدث هنا عن تقريبا 50% من الطاقة المستخدمة في مصر. نحن نستخدم 28 جيجا، الإضافة 14 جيجا بنهاية 2018. ولكن خلينا هنا أتوقف عند مسألة الطاقة المتجددة واللي أشار لها دستور 2014 بأن تولي الدولة الاهتمام بالطاقة المتجددة. وهنا نتحدث عن طاقة الشمس والرياح، والحمد لله تقريبا الطقس عندنا يعني في مسألة الشمس إلى حد ما مثالي لمثل هذه الطاقات. الضيف اتكلم على أن هناك أكثر من مستثمر أو مستثمر وحيد متخصص في الطاقة الشمسية أو طاقة النانو أو الطاقة الحديثة فيما يخص الطاقة الشمسية، تقدم لإقامة يعني محطات خاصة بالطاقة المتجددة. وهنا أتحدث عن الطاقة الشمسية، ولكن
يعني ما فيش حالة قبول. يعني هذا الملف الطاقة المتجددة كيف يراه مجلس النواب أو لجنة الطاقة بمجلس النواب سيادة النائب؟ حضرتك بالنسبة لابد لمصر أولا أن تجعل لابد أن يكون هناك مصادر متعددة لإنتاج الطاقة، وإلا سيكون هناك كارثة لو اعتمدنا على الوقود الأحفوري فقط. ونحن نستخدم الآن في مصر حوالي 90% من إنتاج الكهرباء على الوقود الأحفوري الذي ينضب. لابد من استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة والطاقة النووية. تمام. لكن مشكلة الطاقة الشمسية ومشكلة طاقة الرياح هي المستثمرون هي مكلفة جدا بالنسبة لهم، والدولة تضع حد أعلى أو حد أدنى لشراء الكهرباء منهم، ثم تبيعها المشتركين بالسعر الأقل. فهي مكلفة بالنسبة للمستثمرين، والمستثمر لا يرضى بالسعر الذي تفرضه الدولة عليه. طب خليني سيادة النائب يعني للتوضيح، يعني خليني اخلي يعني ضيفي الدكتور سامح يتواصل معك في هذه النقطة، لأنك تحدثت هنا عن طاقة مكلفة وعن مستثمر يعزف عن الدخول فيها. دكتور سامح معك سيادة النائب. مساء الخير سعادة النائب. حضرتك بالنسبة للطاقة الجديدة هنتكلم حضرتك الأول على الطاقة الشمسية. في مشروع تقدم لقناة السويس من سنتين، بأن المشروع ده هيتم عمل 650 ميجا وات ساعة بتكلفة بصاحب الشأن هو هيكلف هذا الموضوع، بالإضافة أنه هيعمل مصنع تجميع ألواح شمسية من أحدث ما هو موجود في العالم من النانو بي في، وهيبيع سعر كيلو وات ساعة 6.5 سنت، بالإضافة إنه بيدي للمنطقة اللي بتعمل فيها المحطة دي 120,000 جنيه كدعم، بخلاف إن هو بيدفع أجر الإيجار بتاع الأرض. أدي حاجة. الحاجة الثانية حضرتك لو رجعنا من شهر ونص أو شهرين، حضرتك راجع محافظة الوادي الجديد. الوادي الجديد معروض عليها إنشاء نفس الكمية 600 ميجا وات ساعة، معروض عليها إنشاء مصنع نانو بي في هناك عندها، معروض عليها إنشاء مصنع للسيليكون، وكل ده بتكلفة
على صاحب الشأن أو صاحب الشركة اللي هتعمل. هي الشركة مصرية أمريكية مشتركة وموجودة، موجودة هنا، موجودة الورق بتاعهم في وزارة في محافظة الكهرباء. الوادي الجديد. تمام. وفي المحافظة قالوا إن إحنا ما نقدرش ننفذ هذا الكلام إلا لما نرجع لوزارة الكهرباء، وشروطها إنها هتبيع بأرخص من التعريفة المكلفة من الدولة. دولة مكلفة ب8.4، الناس هتبيع ب6.5. اتفضل سيادة النائب. طيب حضرتك بتقول ان هي السعر 6.2، يعني بكام مصري؟ حوالي 6 سنت. 6 سنت يا فندم، 6 6 سنت. سنت و4 من 10. ما هي الدولة عرض 8.4. الدولة ما قالتش أنا هتعامل بالدولار بكام. الدولة حطت سعرتها 8.4 سنت. تمام. هي المشكله في اتفضل يا سيادة النائب. عندها الدوله حاليا عندها فائض من الناتج الانتاج الوطني، لكن المشكله في الموضوع هو بقول لحضرتك السعر. الدوله والمستثمر لا يتفقون على سعر واحد حتى الان، لان انت حضرتك برضه في حاجه. انا عندي فائض دلوقتي ممكن استغله في الربط الكهربائي مع دول الجوار، لكن اذا انتج المستثمر هذه الكميه لابد للدوله ان تشتريها منه، يعني مش هيخزنها، يعني هو ينتج يدي للدوله. طيب فرضا الدوله عندها فائض في الوقت ده تعمل ايه؟ يبقى هو بيعمل مشروع للبيع، يعني هو بيعمل السوق بتاعه للبيع، يعني هو هيبيع برضه في نفس الوقت، يعني عارف ان هو عامل منتج ولابد ان يتباع على طول في ساعتها. طب الوقت لو هو انتج كهرباء والدوله مش محتاجاها في الوقت ده، تعمل ايه الدوله؟ هتشتريها منه وهي مش عاوزاها، فبالتالي برضه تكلفه على الدوله. تمام. يعني هي دي المشكله ان في السعر اللي بيتفقوا عليه، هي الدوله اللي بتقول السعر اقل، لان هي هتاخده الراجل بيعمل مشروع ينتج وهيتباع الانتاج بتاعه مباشره للدوله، يعني في عقد كده هيكون لازم تشتري هذه الكهرباء. انما هو لو المستثمر هيبيع للمشتركين وقانون الكهرباء بيتيح ذلك، لو هو عنده مشتركين وهيبيع لهم مباشره، يعني يستثمر وان شاء الله يبيع بالسعر اللي هو ما عاوزه. ده دوركم يا سيادة النائب في تسهيل يعني مسائل الاستثمار في مجال هام جدا هو مجال الطاقة، خاصة احنا بنتكلم على محافظات جديدة، يعني الوادي الجديد. اتفضل يا فندم. قانون الكهرباء الجديد بينص على ذلك، مم. يعني
بشكرك سيادة النائب المحترم سيد حجازي عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب في تعقيب حضرتك هو حضرتك دلوقتي سيادة النائب قال إن عنده فائض. م- طيب المحطات اللي بتعمل دي ما هتدي فائض. م- آه، فين مصر من الطاقة الجديدة المتجددة؟ م- ما حضرتك سيادة النائب كان المفروض يقول لي احنا عندنا كم محطة طاقة شمسية بتغذي الدولة. ما فيش ولا محطة عندنا في الدولة. م- احنا بنتكلم كتير عن الطاقة الجديدة المتجددة، وسيادة الرئيس كان في مؤتمر من شهر في أفريقيا وقال إن احنا هنتبنى موضوع الطاقة الجديدة والمتجددة. ازاي نتبنى حاجة وهي مش عندنا؟ م- ازاي نتبنى حاجة واحنا ما بنعملهاش دعم؟ ده انا لما يكون عندي فائض وابعته بره افضل. لما يكون عندي فائض واوفر، لما يكون عندي فائض من الطاقة الشمسية في الصبح، اوقف المحطات اللي هي بتشتغل كلاسيكال، اللي هي بتشتغل بالغاز والكلام ده، م- م- واستخدم المحطات الطاقة الشمسية هو وبوفر بيتكلم هنا الغاز. ان المستثمر في النهاية انت مجبر او ملزم انك تشتري الطاقة يعني، وبيتكلم هنا على مسألة المشتركين لا بالطاقة. المشترك، لا حضرتك لحظة. ان اصل انا ما اقدرش اجي من بره واجي اعمل مشروع. نفترض ان انا اللي جاي اعمل المشروع وبعدين بنتج هعمل مثلا يعني اي شيء كان. 1 انا جيجا واقول لازم له لا. الطاقة مش هقدر اشيلها، مش هقدر اخزنها بقى بعدين. فلازم يكون ليها انتاج. مين اللي يضمن ان هو هياخد مني الطاقة؟ وزارة الكهرباء، لان هي اللي بتوزع. لان لما تاخد مني كمية كبيرة وهي عندها محطات تانية بتشتغل، يبقى انا لما عندي فائض او انا بديها طاقة شمسية توقف محطات تانية. قانون سيادة النائب قال إن في قانون خاص بالكهرباء ونقل الكهرباء، وهنا دعني أتحدث عن مسألة الربط الكهربائي تمام. يعني، ووجود فائض في الشبكة القومية المصرية مع نهاية 2018. وعايز أعرف السادة المشاهدين الأول مسألة الربط الكهربائي، ما هو ربط المقصود بالربط الكهربائي الكهربائي، خصوصا إن احنا نتحدث عن ربط كهربائي مع دول الخليج على رأسها السعودية، وربط كهربائي مع المملكة الأردنية الهاشمية. ولما حضرتك يكون عندي محطات في أماكن مختلفة، كل محطة بتنتج كمية كهرباء، دول بيطلعوا على شبكة زي سلك رابطهم بينهم وبين بعض، ودول بيطلعوا على المستهلكين. كلهم بيبقوا ماشيين في قلب خطوط الربط دي. هي دي ده الربط الكهرباء. الربط ان انا كل مصادر انتاج الطاقه بتبقى مربوطه بشبكه واحده. تمام. وبتتوزع على الناس سواء بقى داخل مصر او هتطلع بره مصر. لما بيكون عندي احمال في وقت معين، بيبقى في محطه ستاند باي هي بتبتدي تشتغل وترمي على الشبكه. المفروض لو عندي فائض المفروض بعمل أريح اريح. المفروض لو انا بقى بشتغل وعايز اطلع بمصر ويبقى لها اسم في الطاقه الجديده والمتجدده اللي هو المستقبل اللي الناس كلها تجري وراه،
اللي احنا ما اشتغلناش فيه لحد النهارده، يبقى انا لما بحط الصبح لا هفترض على الطاقه الشمسيه بس مش الرياح. لو انا عندي في طاقه شمسيه ومحطات بتشتغل في النهار وعطتني 1 جيجا، طب 1 جيجا وانا حطيته مع الشبكه، يبقى المفروض بوفر محطات من اللي بتشتغل بالغاز في الفتره دي بال1 جيجا. تمام. يبقى انا وفرت غاز هنا وخدت الشبكه وخدت الحاجات دي. طيب المحطه دي وقفت او جه علينا الليل او الباور بتاعتها قلت، بتبتدي تشتغل الساوند باي اللي كانت شغاله. يبقى انا عمري ما هيبقى عندي فائض طالما انا عندي كنترول على المحطات. وكمان هيبقى مسألة الصيانة مسألة مريحة، خاصة انا بريح دول، بتريح بريح دول المعدات دي. ويبقى لان مش معقول هيبقى هاخد من الطاقه الشمسيه واخد من المحطات كلها ولا عندي حق، لا، ده في كنترول عليه، اللي طلع من هنا ده يريح. نقل الطاقة إلى دول الجوار، والحديث أيضا عن نقل الطاقة إلى الاتحاد الأوروبي. مسألة النقل دي والاستفادة التي ممكن أن تعود على الاقتصاد المصري نتيجة هو حضرتك اي محطه، اي واحد حتى لو بيعمل قطاع خاص كهرباء عشان يبتدي ينقل كهرباء بيعمل رخصه بيع الكهرباء. رخصة ده رخصه بقى ده اللي هيبقى موجود في القانون ده الكهرباء موجود الجديد. من زمان، ده من حتى زمان. وزاره الكهرباء لما بتعمل محطه عشان تبيعها بتعمل رخصه بيع كهرباء. تمام. الرخصه دي بيبقى فيها شرط كسعي يعني. كسلعه، لها الارض اللي بتتعمل عليها، ولها المحطات اللي بتشتغل، ولها عقد مين بيشتري. تمام، دول لازم يكونوا متوفرين. فادي اول حاجه. وبعدين انا عملت محطه هبتدي انقلها، بروح لشبكه النقل بتاعت نقل الكهرباء. نقل الكهرباء بتقول لي انت فين المصدر بتاع الكهرباء وفين الشبك، فين اول نقطه هتنقل انت عندها الكهرباء. يعني هاخد من هنا وهنقل على هنا. هو بقى بيعمل لها دراسه خاصه وبيقول لي انا هاخد منك تكلفه قد كده علشان اوصل لك لحد الايه، لحد الشبكه. دي التكلفه الاساسيه، دي على مين؟ على المستثمر اللي هو حتى وزاره الكهرباء تعتبر مستثمر. دي على وزاره الكهرباء. وبعدين انت بقى تبيع بكام، ده هو الاتفاق اللي بيتم. زي ما وزاره الكهرباء تنزل تعريفه معينه، التعريفه هي دي اللي بتبيع بيها. ده الالتزام بيننا وبين الشعب. ده داخل الدولة، داخل الإقليم، نفس الكلام لكن مع الدول الأخرى، مع الدول الجوار. دول الجوار نفس الكلام. دول الجوار بتحط الشبكة، الكابلات اللي هتنقل عليها سواء أرضية أو على هوائية، دي اللي هو في المنطقة المحيطة زي الأردن والسعودية. وبتنقل نفس الكلام، بيبقى الكهرباء وبتنقل هناك، بس بيبقى فيها فقر طبعا بتحسب وله حسابات في التسعيرة. إنما لو هنقل أوروبا بنقل من البحر،
طبعا. وعشان كده المفروض دايما تلاقيها موجودة على الصحراء، موجودة في حتت ما فيهاش سكان، مم. ده المفروض. وبعدين الكابلات اللي بيركب الكابلات الهوائية دي، يعني حضرتك لما بتلاقي برج وقع نتيجة هواء أو حادثة أو المفروض فيها الربط بتاعها ده بيتحمل تنشن معين، مم. شرط لما بيوصل ضغط معين، لا شدة، شدة معينة. لما يجي البرج يقع مم. لازم يصير كده يفك عشان يفصل الكهرباء ما يقطعش. ما يقطعش. بترجع بقى لمين؟ للعامل الفني متمرن صح ولا غلط. مم. هل هو بيعمل عشوائي؟ لا، ويقعد يقرط وصلت الاخيره، لا هي مش كده، مم. هي لازم ليها ربطه معينه. مم. فكل الحاجات دي لازم تكون في الديزاين وتكون متابعه من الناس الفنيين عليها. مم. انما هي ممكن تنقلها على كابلات ارضيه او تنقلها كابلات بحريه ممكن، بس احنا مكلفة لأن تقريبا الشبكة كلها اللي هوائية. موجوده حاليا كده هوائية. موجوده عندنا كده كلها هوائيه. خليني برضو يعني عشان المشاهدين يبقوا معانا، يعني مسألة وجود بعض أبراج الضغط العالي قريبة، مش عايز أقول جوه الوحدات يعني تقريبا المفروض يكون في آه، بعد قد لازم إيه؟ تبقى هي على حسب هي بتنقل قد ايه. مم. هل هي قريبه من المصدر الرئيسي بتاع الكهرباء ولا بعيده؟ من هل هي المحطة بتنقل الرئيسية. 500 ولا بتنقل ولا بتنقل 66 كده؟ مم. فطبعا هي يفضل انها تكون مساحه بعيده، حتى ما تكونش في الزرع، يفضل كمان تكون في منطقه صحراويه. بعيدة قد إيه؟ لا، احنا بنشوف هي بعيده قد ايه على حسب لازم نقاس ارتفاعها مم. والباور اللي هي والفولتج اللي هي بتاعت دي اللي هي خام. متوسط عن تقريبا. يعني هو المفروض تبقى نديها رينج كيلو بيننا وبين مصدر من الكيلو من المحطة، تبقى في سيف سايد كيلو دائري يعني. كيلو دائري. مم. يعني يبقى تمشي بقى كيلو كده وتمشي على طول. هل لها تأثير على الزرع؟ لأن برضه بيبقى في بعض الأرض تأثير، شوف حضرتك، كل ده تأثير، سواء زرع أو إنسان أو يعني شكل التأثير ده إيه يا دكتور؟ يعني حضرتك لو رجعنا كده في في ولاية في أمريكا كانت قريبة من مدرسة وكان جنبها أبراج، مم. حصل لهم مرض اللوكيميا مم. وغيروا مكان المدرسة. مم. فهي بتعمل تأثير لأن دي بتسبب ترددات أقل من 13 هرتز. مم. الزبدة بتاعت الكهرباء دي، وحسب التردد من 1/10 لحد 13 كل تردد له تأثير على الإنسان بشكل مختلف. مم. ودي حتى موجودة في محطات الرياح، مم. لها تأثير جامد. مم.
في تأثير بيأثر على القلب، وفي بيأثر على الصوت، وفي بيأثر على بيجيب سرطان ثدي للستات. مم. وكانت في مثلا في ماليزيا كانت في مشكلة إن محطات طاقة الرياح سببت في موت قطيع من المعيز، وكان سببها برضه الترددات اللي هي القليلة دي، اللي هي أقل من 13 هرتز. فدي حاجات لازم، ولذلك في البيئة بيقولوا المحطات دي تمشي دايما تلاقيها ماشية في الجبل، بس احنا عشان انتشر السكان مم. فبيقربوا ودون كتير اللي بيحصل. ربنا بيسلم. ربنا كبير واحنا بنتحمل كل حاجة الحمد لله. دكتور، خليني اتكلم برضو على مسألة البرولوس. احنا اتكلمنا على العاصمة الإدارية، الإدارية نتكلم بقى على البرولوس. البرولوس. المحطة دي المستهدف انها تخدم قد ايه، والمنطقة دي ممكن تبقى واعدة ازاي، خاصة ان في وجود شيء هام جدا، الامن اهم في الاقتصاد والاستثمار، والطاقة هامة برضو. ايه اللي ممكن تضيفه هذه المحطة في منطقة زي البرولوس؟ البرولوس دي منطقة واعدة في الاستثمار، بالذات في اتجاه الثروة السمكية والصناعات المتعلقة بها. مم. كل ده محتاج طاقة. فإذا أنا جاي أعمل مصنع، أول حاجة بسأل عليها أرض وطاقة أو الانفراستراكشر. الانفراستراكشر عندي هنا الكهرباء. مم. توفرت الكهرباء ماليش حاجة، لازم اشتغل. ودي على فكرة دول كتير أو يعني ناس مستثمرين كتير بيهربوا من دول معينة ويروحوا عند دول فيها الكهرباء رخيصة والعمالة رخيصة. مم. احنا الاتنين متوفرين عندنا، متوفرين بعد وجود الكهرباء. مم. لما قبل كده كانت في عمالة بس مفيش كهرباء، مم. بدليل ان ان كان عندنا اكتر من 1500 مصنع مقفول بسبب الكهرباء. مم. مقفول بسبب الكهرباء. تمام. يبقى بالنسبة لمحطة البرولوس، هي منطقة واعدة في مجال زراعة السمك، في الصناعات المتعلقة المتعلقة بيها بالاستزراع السمكي. بني سويف، وبني سويف تقريبا يا دكتور فيها أكثر من مصنع للأسمنت اسمنت وبتغذي والسيراميك والحاجات دي. الفيوم فيها مصانع كتير، اه. فيها منطقة صناعية، ودي فيها منطقة صناعية بني سويف. مم. وبعدين مصنع الاسمنت، المصنع بيستهلك الاسمنت بيستهلك مش اقل من 35 ميجا ساعة، مم. ودي من المصانع كثيفة الطاقة. مم. وهي كانت المفروض تطلع بره، بس عشان تطلع بره في الجبل ما عندناش خطوط امداد كهرباء
كهرباء ليهم في الجبل. السبب ما فيش شبكة. الشبكة بتاعتنا في مصر عاملة زي ايه؟ عاملة زي حرف الواي، واخدة من فوق كده من عند دمياط وبورسعيد، واخدة من عند مرسى مطروح ونازلة على القاهرة لحد أسوان، كده عاملة زي حرف الواي، واي زي مفتوح النيل يعني. زي النيل، بس مم. هي فاتحة بقى يمين قوي وشمال قوي، مم. ونازلة تحت، وبعدين واخدة لوية صغيرة رايحة للوادي الجديد. مم. فهي دي الشبكة بتاعتنا. مم. إن عشان تكمل الشبكة يبقى لازم بقى تفتح في اليمين، ولذلك تلاقي البحر الأحمر ما فيهوش اللي هو القرى السياحية، مم. ما فيهاش شبكة، ما فيهاش كهرباء. مم. لو دخلنا بقى عند الوادي الجديد، فوق الوادي الجديد 45% من مساحة مصر. لو طلعنا كده فوق في الوادي الجديد كلها جبل ومناطق فيها واعدة جدا للاستثمار والمصانع، بس مفيش كهرباء. مم. ولذلك لما تعرض عليه يعملوا كهرباء كانوا يعني جايين لنا مصدر كهرباء، يا حكومة ادينا الفرصة ان نشتغل. مم. فهناك مصانع فوسفات، مصانع اللي بتنتج بتاع البلح، مصانع الوادي الجديد حضرتك. الوادي الجديد فيها مصانع، فيها كم من المصانع. امال بياخدوا طاقتهم منين يعني؟ ما مش شغال لان ما فيش كهرباء، كل ده على الورق. ولا هي متصلة بالشبكة القومية للدفع؟ ما تساعدهاش بالكلام ده، مم. ما فيش القدرة للكلام ده. عندها كم من المصانع فظيع، يعني رهيب. مم. اديها كهرباء، اتفرج على الوادي الجديد، تغزو مصر، هتبقى مصر صغيرة، مم. مصر على صغيرة في مم. الإنتاج. مم. كم بقول لحضرتك، كم من المصانع اللي أنا سمعت من المسؤول عن الاستثمار في الوادي، مم. شرح عدد المصانع اللي هو ممكن يعملها هناك وبأماكنها، بس الطاقة هنا مشكلة الطاقة. رغم ان في فائض، بنتحدث عن فائض يعني. ما الفائض ده ما انت الفائض وديه فين؟ مم. طب ما احنا عندنا فائض ده نقدر نبعته الأردن إذا كان في شبكة، مم. يبقى لازم ادي غاز ينزل شبكة. وعلى فكرة ما عندهمش غاز برضه، مم. يعني في بعض المصانع، يعني كمصنع اللي هو السيليكون، مصنع السيليكون ده من مصانع بنتكلم في مادة يعني يعني سعرها عالي جدا. آه. من ضمن شروط المصنع انه بيجي له غاز وكهرباء. مم. هم وفروا كهرباء بس مش عارفين يوفروا غاز. عشان تجيب غاز بتجيبه من اسيوط حوالي 400 كيلو ولا 500 كيلو بالعرض. مم. فقصة. فهي طاقة في أي مكان لازم تنتج، مم. لازم تنتج. صحراء هتبقى خضراء، أماكن جاهزة للتصنيع هيبقى لازم يجي مصنع، لأن المستثمر هيلاقيك مجهزه أرض ويريد بس والطاقة. والطاقة. مم. هو
دول اللي هي المواد الأساسية للعمل يعني. محور رئيسي للإنتاج. مم. اديني أرض واديني طاقة. مم. على فكرة في مصانع قلت لهم ادوني أرض وأنا هعمل الطاقة وما خدوش برضه. مم. بس أنا بتكلم على منطقة زي الوادي الجديد. مم. منطقة زي الوادي الجديد دي واعدة مم. واعدة بإنتاجها. يكفي إنها بتصدر حوالي 90,000 طن بلح كل سنة، والطاقة عندهم يا دوبك بالعافية. دكتور، يعني خليني في يعني قبل ما أختم حلقتي. أنا مش من الوادي الجديد عشان مش لا بقول لو الوادي ليه يعني كلنا من أي من منطقة. مصر. لا كلنا مصريين، وأي بس منطقة في ما مصر حدش يمكن فيها الاستثمار وإضافة للدخل القومي. ونحن نتحدث عن عجز في الموازنة نتيجة يعني أمور كثيرة يعني. خليني يا دكتور أتكلم على التكلفة الخاصة بالثلاث محطات. التكلفة هو كانت 12 مليار. بس أنا في نظري التكلفة وأنا مزنوق عشان أرفع البلد، حتى لو خسرت فيها 10 15% أنا كسبان. مرتفعة. لا يعني هي معقولة. مم. بس أنا بقول لحضرتك لو هي لا حتى لو كانت مم. مرتفعة مم. وأنا بعمل استثمارات، فهو بالنظرة الاقتصادية إن الفيدباك اللي هي الاستثمارات أكتر من إن أنا أخسره في إنشاء المصنع. الأمر الافتراضي لهذه 25 سنة. المحطات الهاي كلاس، كما أنت أشرت 25 سنة، 25 هل هي قادرة على إعادة خاصة إن إن تقريبا التمويل من خلال بنوك ألمانية وبنوك يعني مصرية يعني، لكن التقريب أن ده التمويل لازم كله ثلاث بنوك ألمانية. ده لازم يفهم، وإلا ما كانش مشروع اتعمل. ده أول حاجة في الدراسة بتبقى فنية واقتصادية. مم. اقتصادية لازم تبقى اقتصادية. مم. وبقول لحضرتك حتى لو هتجيب سعرها في ال 25 سنة مم. تكلفتها احنا كسبانين المشاريع اللي بتقوم حواليها. مم. لأن المشاريع اللي بتقوم حواليها هي ده مكسب لوحدها. ده مكسب تاني كتير. مم. أنا ما يهمنيش إن أنا أتكلف كهرباء قد إيه، قد ما يهمني إن أنا هكسب كمان جنبها. فما بال بقى إن أنا باخد. القصة مش قصة محطات كهرباء. لا ما مم. ما ينتج عن إنتاج الكهرباء. مم. ما ينتج ده مصانع. ده 14 جيجا. 14 جيجا دي دول عندها 3 4 جيجا بس وشغاله بيها. 14 جيجا دي بلد شغل بلد. فلازم تشغل مصانع ولازم تنتج مصانع. وبعدين لما تنتج مصانع هتيجي المصانع مين اللي هيشتغل فيها؟ العمال أهالينا. المصريين وولادنا كلهم. طيب والإنتاج ده هيروح فين؟ هيبقى جوه مصر ويطلع بره. مم. فلازم يرفع الاقتصاد بتاعه. خلينا أخيرا دكتور، هل حضرتك شايف إن تكلفة سعر الكهرباء على
في توفير. مم. ده بالإضافة إن عندنا السد العالي بيطلع يعتبر ببلاش. مم. يعني أنا لو بصيت للناس اللي هم، هقول المقدمين، اللي هم بيستهلك 10 كيلو و15 كيلو في الشهر، و20 اللي الست الغلبانة بتلاقي لمبة أو 2 في الشهر. في حد بيستهلك 20 كيلو دلوقتي في في الشهر؟ ناس في القرى ما بيستهلكوش إلا لمبة، ما مم. عندهمش حاجة يعني. مم. دول أنا ممكن أديهم إنتاج السد العالي ببلاش. مم. يعني اللي تحت ال10 كيلو وال15 كيلو وال50 كيلو دول من غير فلوس. مم. بالعكس، ده انا هشجع الناس دي، هتحس بان احنا بنعمل لهم حاجه، مم. لان انا عندي السد العالي بيديني ببلاش. مم. تكلفه الكهرباء بتجيني بالسد العالي، لما تيجي المية. بتجيني ببلاش. مم. الباقي بقى حضرتك ده هو تحت الدراسه، واحنا كنا عملنا دراسة على الجدوى، على التعريف اللي فاتت، وحصل كان فيها يعني كومنتس كده، يعني اقتراحات معينة. مم. إن شاء الله اللي دي احنا بنجهزها، هتبين في خلال شهر إن شاء الله. هتبقى دراسة مستفيضة، مم. وفيها كل البنود، بما فيها بقى دخل فيها الصيانة، دخل فيها البيع، ودخل فيها النقل، دخل فيها التكلفة. فهي لازم تقل شوية. مع إضافة 14 جيجا للشبكة القومية المصرية، ما هو مستقبل الطاقة المصرية خلال المستقبل؟ وتقريبا يعني هيبقى عندنا فائض أو اكتفاء ذاتي لكام سنة لقدام يا دكتور؟ شوف حضرتك، احنا ممكن نقول بعد سنتين محتاجين تاني، لو استخدمنا دول صح في مصانعنا صح. مم. هنقول بعد سنتين احنا محتاجين، لو 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 في لو مصانع، لو في استثمار، لو في انا قلت إنتاج، لو لحضرتك في عندنا كم من مصانع عطلان ومحتاجين. مم. بعد سنتين هنقول محتاجين طاقة. لو استخدمنا هذا الكلام صح في المصانع الجديدة، في إمكانياتنا داخل الدولة. هل ملف الطاقة في مصر ملف مطمئن مبشر للأجيال القادمة؟ احنا دلوقتي مطمئن للاستهلاك العادي، مم. انما لو انت عملت مصانع يبقى لازم في زيادة. بشكرك، نورتنا يا دكتور. تحت امرك. أعزائي المشاهدين، مستقبل الطاقة في مصر كان عنوان هذه الفقرة من مصر على الهواء. في نهاية هذه الفقرة بشكر ضيفي الدكتور سامح نعمان، استشاري الطاقة الجديدة والمتجددة، وبشكر كل زملائي في استوديو 16، والشكر موصول لكل السادة